السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة جرب وصفتي. النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل كيكة البرتقال بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اهم حاجة في الفيديو ده النهارده ان احنا هنقف مع بعض على التريكات الاساسية اللي هتوقف معاكي نجاح الكيكة. هنقول مع بعض ازاي تسوي الكيكة تسوية مظبوطة، وايه المقادير المظبوطة للكيك، وكمان ايه المشاكل اللي بتواجهك وانت بتعملي كيك. اولا هنعمل الكيكة النهارده في شفشق الخلاط، نعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. معايا 3 بيضات، عليهم ذرة من الملح، عليهم ذرة من الفانيليا، عليهم معلقة كبيرة من الخل. وهنبدأ ناخد الخليط ده معانا نخلطه كده في شفشق الخلاط الأول. نحط عليهم معلقة من الخل وهاخدهم كده معايا. وبعد كده هضيف عليهم ثمرتين او 3 من البرتقان. هتحط البرتقان بقشره، لكن هتشيل البذر اللي جواه والخطوط البيضاء اللي بتكون داخل البرتقان. بعد كده هضيف معايا كوباية ونص من السكر او كوبايتين على حسب ما انت بتحبي السكر يكون مظبوط معاكي او لا. انا هنا هضيف معايا كوبايتين 2 من السكر على 4 كوبايات من الدقيق. هنبدأ نخلط كده مع بعض السكر مع الخليط. وبعد كده هضيف عليهم الزيت. هضيف معايا كوباية وربع من الزيت. وهبدأ ان انا اخلط معايا الخليط. لو الزيت معاكي زيت خفيف اللي هو زيت ذرة او زيت عباد، تقدري ان انت تضيفي كوباية وربع لكوباية ونص. لكن لو هو زيت تقيل تقدري تضيفي معاكي كوباية واحدة او كوباية واقل من الربع بشوية، اللي هو لو زيت تموين. هبدأ بعد ما اخلط الخليط كده كويس معايا في الخلاط، هبدأ اضيف معاه شوية كمان كده من المية، وهخلط الخليط كويس جدا وانعم معايا بشر البرتقان، لان طبعا البرتقان محطوط بقشره ما هوش البشر لوحده بره، فلازم تنعمي الاول كويس البشر بتاع البرتقان وعصير البرتقان ومصفهوش. لكن لو انت هتعمليه حاسه ان الخلاط بتاعك مش هيقدر ان هو يبشر البرتقان على بعضه، تقدر ان انت تخلطي البرتقان بره الاول وبعد كده تضيفيه على الخليط. هنضيف مع بعض كده 4 كوبايات من الدقيق. هنخلهم كويس. لازم تنخلي الدقيق كويس. كل ما بتنخل معاك الدقيق في الكيكة بالذات بيديكي نتيجة ناجحة جدا للكيكة، بيخلي الكيكة هشة وخفيفة. كل لما بتنخلي بيدخل طبعا هواء في الدقيق، فبيعمل على ارتفاع الكيكة وبيخليها خفيفة وهشة. هبدأ ان انا انخل كوباية كوباية كده من الدقيق، وفي النهاية خالص ببدأ اضيف معايا البيكنج باودر اللي هضيفه معايا على الدقيق. هضيف معايا على 4 كوبايات من الدقيق ورقتين 2 من البيكنج باودر، وهضيف معاهم معلقة كمان من الكيك شيف. تقدري لو انت هتستعملي كيك شيف بس تقدري تستعملي برضو باكوين 2 من الكيك شيف وتستغنى خالص عن البيكنج باودر. او لو انت هتضيفي بيكنج باودر هتضيفي الباكون من البيكنج باودر، وهتضيفي معلقة كبيرة من الكيك شيف كمحسن معايا للكيك زي ما انتوا شايفين. هبدأ انخله كده كويس علشان يكون معايا مفيهوش اي تكتلات خالص. وبعد كده هبدأ ان انا اقلب معايا الكيكة. طبعا انا بخلط الخليط السائل بس في شفشق الخلاط. لما بيدوب معايا كويس برجع ان انا انقله تاني في طبق، وببدأ ان انا احط عليه المكونات اللي هي اليابسة، الدقيق والبودر، وبقلبه زي ما انتوا شايفين. بقلبه كده كويس معايا لحد لما احس ان هو بدأ يتمزج مع بعضه. ما بضيفش اي اضافات تانية غير لما بحس ان معايا العجينة. لو حاسة ان خليط الكيك ده تقيل معايا ببدأ ان انا اخفه بشوية كده من المية او عصير البرتقان على حسب ما انت حابة. ما بلغيش قوي في عصير البرتقان علشان ما يديك مش معاكي مزازة شديدة في الكيكة. لكن انت لما بتضيفي البرتقان حجم مثلا 3 أو 4 حبايات من البرتقان، وبعد كده بتحتاجي بتضيفي مية عادي. ببدأ ان انا احط عصرة من الليمون على الخليط، وممكن كمان تضيفي بشرة من بشر الليمون، بيدي برضو نفس ونكهة حلوة جدا للكيكة. ببدأ ان انا اقلب الكيكة لحد لما توصل القوام اللي انتوا شايفينه. عايزة قوامها يكون خفيف مش تقيل علشان تطلع معاكي الكيكة خفيفة. معايا صينية مبطناها من قبل ما اشتغل خالص، وبكون في قبل ما ابدأ خالص في الكيكة يا جماعة بكون فاتحة الفرن معايا يسخن على درجة حرارة 150 على بال ما ابدأ اشتغل في الكيكة، علشان لما ادخل الكيكة في الفرن ادخلها على فرن يكون ساخن قبل كده. ببدأ ان انا احط في الصينية المتبطنة بالسمنة والدقيق.
ببدأ ان انا انزل بخليط الكيك معايا وبطلع منه الفراغات، يا اما بعصاية الشيش او باي معلقة عندك، وتخبطيه خبطتين بسيطة كده على الرخامة زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بدخل معايا الفرن على درجة حرارة 180 او 175 170، يعني يكون درجة حرارة الفرن هادية. ممكن ما تشغليش من فوق في البداية لحد لما الكيك يرتفع معاكي، وبعد كده تشغلي الفرن من فوق لو عايز ياخد وش، علشان الكيك معاكي ما يستويش من الوش ويفضل من النص فيه عجين. عشان الكيكة تطلع معاكي هشة وحلوة في التسوية لازم تهتمي الاول بدرجة حرارة الفرن، ما تخليش الفرن عالي معاكي قوي، وما تخلوهوش شغال من فوق علشان ما يحمرش طبقة الكيكة اللي على الوش، من النص يبقى عجين. دي طريقة وصفة الكيكة معانا. بتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. لو عندكم اي استفسار ياريت تكتبوا لي تحت في التعليقات. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.